انا عمر الحجاجي وعايز اتكلم معاكم شويه عن مسلسل ذا بيبر اللي نزل من شويه، اللي هو المفروض سيكوال ل ذا اوفيس. تمام، يلا بينا. طيب ذا بيبر نزل من حوالي شهر كده ولا شهرين، وهو يعتبر سيكوال ل ذا اوفيس. تمام، انا مش فاهم ليه مصممين يعملوا موكيومنتري فيلمات، او لو هتعملها ليه مصممين تعملها بنفس الشكل. الموكيومنتري فيلمات دي طبعا بدأت من زمان، بس اللي اداها روح جديدة، اللي خلى الناس عايزة تجربها، كان ذا اوفيس يو كي اللي هو بتاع ريكي جيرفيز. وتمام ونجح وكسر الدنيا. بعدها بشوية أمريكا خدته وعملت ذا اوفيس، وجابت عملت مايكل سكوت وجيم هالبرت والشخصيات الجميلة دي كلها. أول سيزون حاولوا يقلدوا يوكي، فشل ذريع، والناس مكانتش حباه وبتاع. الاستوديو ده فرصة كمان، وعملوا زي ريورك كده للشخصيات كلها، ويلا بينا هنبدأ على ذا اوفيس سيزون 2. ومن هنا نجح نجاح باهر، والدنيا كانت ماشية زي الفل. كان ساعتها الشور انا كان، لو انا فاكر صح، كان مايكل شور. قال لك خلاص هناخد نفس الكونسبت ده، احنا هنا مفسرين ان دول، احنا جايبين الكاميرا كرو ده لأيا كان السبب. هناخد الكونسبت ده، ويلا هاتوا لي ليزلي نوب وهنعمل باكستان جيت. وتمام، ومشي برضه، ومشي كويس جدا. ومع الوقت بقينا نطنش الكاميرا كرو خالص، بس احنا عارفين انها كومنتري عشان عندك التوكن هيدز دي، اللي هو انا قاعد قدام الكاميرا وبدي انترفيو. والله انا كان جاي في اللي حصل النهارده ان اي حاجه بقى. تمام، واحده واحده، مودرن فاميلي وهكذا، كذا شو بدأ ياخد الموكيومنتري فورمات اكتر فاكتر فاكتر. ومع الوقت ما بقوش يفسروا انا ليه واخد يعني ليه في ناس عايزه تعمل عني دوكيومنتري. بقت ماشيه تمام. والفكره دي من كتر ما بدات تتحلب، من كتر ما كل كلاشيه فيها حصل، بقى الموضوع بوخ قوي. حتى الناس اللي كانوا عاملين قبل كده رجعوا يعملوا تاني. يعني عندك كان ساعتها 2005 لو فاكر صح، نزل فيلم اسمه تو دو ان ذا شادوز عن دوكيومنتري عن مجموعة فامبايرز، وكان ساعتها تايكا وتيتي ولا عامله وهو المخرج وبتاع. بعديها بكام سنة اف اكس اشتروا الاي بي، وهنعمل وات وي دو ان ذا شادوز تي في شو عن مجموعة فامبايرز تانية، هنروح نتفرج عنهم دوكيومنتري. حلو جدا، وعلى الأقل ادتني تجديد على فورمات انا اوريدي ابتديت ازهق منه. بس خلاص مع الوقت الفورمات مات. جيت عمل له اعادة احياء ب ابوت المنتري. المميز في ابوت المنتري انها منطقية. انا هروح اعمل فيلم وثائقي عن مدرسة مش لاقيين ياكلوا، عن مدرسة ما بيحتاجوا سرير بيروح يسرقوها من الملعب. وده تمام مش منطقي جدا، وجايب لك دايما شخصيات مستعجلة جدا، عنده فصل عنده بتاع. فلو هديك انترفيو هديلك ثانيتين ويسيبك وارجع، يا اما تلاقي طالب واجب يناديك، يا اما. فانت كده خليتني امرسد اكتر في القصة، انت كده خليتني مندمج اكتر معاك. نيجي بقى للحاجة اللي ملهاش اي لازمة واللي ممكن تبقى حلوة قدام، زي ما اوفيس عمل، وممكن سيزون 2 يبقى نقلة نوعية، بس لغاية دلوقتي وحش جدا. ذا بيبر، انا في حاجة مش فاهمها، ليه مصممين يعيدوا احياء اي بي؟ ليه ما بقاش في افكار اوريجينال؟ يعني انا عندي الاي بي الاوريجينال خالص بتاع يوكي، جبته امريكا، وديته اليابان باين وروسيا والسعودية. خلاص بلاد العالم كلها اتعملت، يلا بقى هنرجع لاكتر نسخة نجحت فيهم اللي هو امريكا. طب ايه؟ والله دي دندر ميفلين قفلت، وده في واحد فيها كان شغال فيها على فكرة اوسكار فاكرينه، ده دلوقتي شغال في جرنان. ودندر ميفلين واربطها لك بالجريدة دي وذا بيبر وبتاع، ويلا بينا. طيب هل كان لازم ان الشو ده يبقى مربوط بذا اوفيس؟ هقول لك اه ولا. كان لازم عشان اضمن ان جزء حتى من فان ذا اوفيس يفتحوا يقولوا هشوف، والله يمكن يديني نفس الفيلينجز نفس المشاعر. لا، عشان مش مؤثر في الشخصية، او لغاية دلوقتي مش مؤثر في اي حاجة. ولما كان برضه حوار الايبات اللي احنا قاعدين عمالين نشرب في امها دي، زنانتي الشو. يعني انتوا عملتوا زي الشو بعد ذا سيفنتي شو وفشل، وكان بطولة جلين هاورتون اللي هو بتاع ثانية. تمام، وبعديها من كام سنة برضو كان في هواي ميت يور فاذر، فشل ذريع. وهاو اي ميت يور فاذر جبته 3 من الكاست،
جبتوا كارل، جبت روبن، جبتوا بارني ستينسن يعني بارني ستينسن بنفسه جبته، بس فشل واخده عشان انتوا بتعملوا حاجه محدش طالبها. انت عايز تلم فلوس باي بي عندك، خايف تاخد ريسك على حاجه جديده. فانت بتقول دلوقتي انا هعمل الاي بي ده، هعيد احيائه على امل ان الفانز القديم هتيجي تبص كام حلقه، على الاقل لو خسرت ما بقاش خسرت كل راس المال، على الاقل يبقى جالي اللي انا حطيته. ما بقاش في حد ياخد ريسك، ما بقاش في حد، نادرا ما تلاقي حد جمع فلوسه على حاجه جديده ويمكن تظبط. ده اللي حصل في ابد، وابد دلوقتي اعتقد هو انجح سيت كوم موجود وقاعد معانا شويه. حتى حصل في ذا نيبرهود، ماشي جبت لي ستارز من سيت كومز قديمه مشهوره جدا، بس على الاقل ادتني قصه جديده. معلش يعني رجعت ساعة تراكت، بس نرجع لذا بيبر تاني. فانت رحت جبت لي بيل ويزلي، يعني عامة شخصية يعني كل كانوا في هاري بوتر دلوقتي السايد كاركترز بدأوا ينتشروا في التلفزيون الكوميدي لسبب ما، هو فريدي كروما ما علينا. فانت رحت جبت لي نيد سامسون وانت عايز تعمله مايكل سكوت، بس في نفس الوقت عمره ما هيبقى ستيف كاريل. فانت عايز تعمله مايكل سكوت، عايز تعمله الليدر، مش هينفع تعمله الانكومبتنت زي مايكل سكوت، فهتهدى شوية وتخليه شخصية تون داون شوية، بس هتوديه في حاجات ابسيرد. اول ما جالك الفرصة هتخليه يزحف على الارض في كونفنشن، هتخليه يتخانق مع عيال صغيرة، هتخليه يحرق وشه. في نفس الوقت مش هينفع تعمل جيم وبام تاني، انت لو عملت ايه مش هتوصل له، فهتخليه هو what they want they. فانت كده انت جبت لي مايكل سكوت، ضربته في جيم هالبرت، طلعت لي نيد سامسون، يعني دي مش كتابة، ده استسهال. انت عندك تشيك ليست، والله انا عايز كذا كذا كذا، طب وممكن اخلي ده مثلا اسيوي، ده مثلا افريقي، ها تمام يلا ده مسلسل. طب القصة يعمل دي شكليات، وانت المفروض بتتكلم مسلسل عن الصحافة وعن قيمة الصحافة وعن قيمة الريتن بيبر. المسج ما وصلتش، الشخصيات ما وصلتش، الممثلين اغلبيتهم عملوا عليهم، بس محدش فاهم ليه ده. اتمنى السيزون الجاي يبقى احسن من كده، اتمنى بجد، انا بحب السيت كومز، بس عمري ما كنت بيك فان لذا اوفيس، بس بقدره جدا وبحترمه جدا واتفرجت عليه كتير. ما ينفعش كل ما اتزنق اروح اعمل سبين اوف، ما ينفعش كل ما اتزنق اروح اعمل سيكول، ما ينفعش كل ما اتزنق اروح اعمل بريكول. خد ريسك شويه، يعني عايزين حاجات جديده عشان يطلع حاجات حلوه. وبس كده، كما قام الحقيقي من حقيقي ستوديو، ما تنسوش لايك شير فولو سبسكرايب كومنت وسلام.